السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ نتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هاد الحريشات في الفران. صراحه تيجيو رائعين بواحد المذاق اللي رائع. نتمنى انكم تجربوهم، تخليو لي الاراء ديالكم في التعاليق وتبارطاجيو الفيديو بطبيعه الحال الا عجبكم. وشكرا لكم التتبع ديالكم الدعم ديالكم. هانتوما كيف ما تلاحظوا تيجيو رطبين وواحد المذاق اللي رائع. المهم حتى تجربوهم ديك الساعه وتعرفوني علاش نهضر. دابا غادي ندوزو مع المقادير وطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير، اول حاجه غادي نديرو حنايا واحد القبيصه ديال الملحه. كذلك غادي ندير واحد البيضه يكون الحجم ديالها كبير. كذلك غادي نضيف واحد نصف كاس ديال السكر، وغادي نضيف كيس ديال الفاني. كذلك هو هذا السكر، وغادي نطرب هذا الخليط هذا البيض مع هذا السكر وسكر الفانيلا. صافي هنا غنطربها بالطرب اليدوي. غادي نضيف هنا واحد نص كاس ديال الزيت وغادي نطرب الكل. كذلك هنا عندي واحد العلبه ديال الياغورت مسوس، لا دان مسوس طبيعي. كذلك هنا غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الكوك، وغادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال المربى ديال المهم اللي كان عندكم. انا كان عندي هنا متوفر ديال الفريز درتو، كان عندكم ديال الفريز ولا ديال المشماش، المهم اللي موجود عندكم ضيفوه. صراحه تيعطيه واحد التعريكه وتيعطيه واحد الطراوه زوينه. صافي هنا بعد ما خلطت كلشي، هنا غادي ندير الكاس الاول ديال السميده. هنا غادي نستعمل يدي باش هكذا نتحكم في القوام ديال الخليط. كذلك غادي نضيف الكاس الثاني، وغادي نبدا ندخل هاد الكميه ديال السميده. هنايا عندي جوج ديال الاكياس ديال خميره الحلويات. صافي غادي ندخل هذا الخليط كامل، ومن بعد غادي نضيف واحد نصف كاس، غادي نزيد نصف كاس ديال السميده. يقدر يزيد لكم حتى 3 الكيسان الا ربع، يقدر نيت غير 2 ونص، المهم على حسب السميده اللي عندكم. صافي هنا ما تندلكوها، ما نحاولوا غير نخلطوها. المهم هنا كاخر مرحله غادي نضيف هنا عندي شويه ديال الكركاع اللي هرمشته، وكذلك عندي حبيبات ديال الشوكولاط. المهم جربوهم بهاد المقادير، وبداك الكركاع صراحه هو تيعطيهم واحد المذاق اللي رائع. صافي غادي نخليهم هنايا. من بعد ما غادي نجمع هاد الخليط غادي نخليه هنا واحد 5 دقائق حتى تشرب ليا ديك السميده. هنا عندي شويه ديال السميده رقيقه وكذلك شويه ديال الكوك، غادي نخلطهم. صافي هنا من بعد ما خليتها 5 ديال الدقائق، في هاد الاثناء راني شعلت الفران تيسخن. صراحه انا طيبت الخبز وخليته يتشاعل، ودرت هاد الحرشه مورا الخبز كان الفران سخون. هنا تندهن واحد شويه يديا بالماء. صافي تنهزو الخليط ضروري انه يكون بازل شويه، يعني ما تكونش قاصحه بزاف. خص ضروري هاد الحريشات طيبوا لازم تكون شويه مرخوفه باش يتشقوا مزيان. صافي هنايا غادي نديرهم هنايا في الطاوه اللي مفرشه بورق الفرن. صافي بنفس الكيفيه، لو بغيتو تعبروهم عبروهم، وانا تنستعمل غير يدي بحال هاد الشكل. صافي تندوزو في هاد الخليط ديال السميده مع الكوك وتنحطهم في الفرن في الطاوه. صافي بعد ما تنساليهم تندخلهم الفران من التحت، نديرهم هما لتحت والعافيه فوق منهم باش يتشقوا. وصافي من بعد ما يتشقوا عاد نطلعوهم الفوق باش يكملوا الطياب ديالهم، وتيجيو على هذا الشكل هذا. تيجيو رائعين كيف ما قلت لكم، خفاف ومعلكين. كيف ما قلت لكم بالنسبه للطريقه ديال الطياب، تتشعلوا الفران، تديروا الطاوه لتحت والعافيه الفوق حتى تيتشقوا عاد. وصافي تيتشقوا مزيان عاد تهزيهم وتديرهم للفوق، تديرهم يعني في الرف الفوقاني ديال الفران، وتتخليهم يكملوا الطياب ديالهم. تيجيو بهذا الشكل هذا وعلى هذا القوام هذا تيجيو زوين بزاف البنات. نتمنى انكم تجربوهم
وتخليو لي الاراء ديالكم كيف ما قلت لكم. تيجيو زوينين هائلين والله العظيم ما شبعناش منهم. يمكن لكم تضاعفوا المقادير. تيجيو هكايا معلكين. يلا نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. بارطاجيو مع الاهل ديالكم والاحباب ديالكم باش تعم الفائده على الجميع. وشكرا لكم وللتتبع ديالكم والدعم ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. مع السلامه.